السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرنا اليوم من بيتنا من ثانوية تيمغاد. تلميذة تطعن زميلها بآلة حادة في الرقبة بثانوية تيمغاد ببيتنا، حيث اهتزت اليوم ثانوية تيمغاد ببيتنا على وقع حادثة احتداء نفذتها تلميذة تدرس في السنة الأولى علمي ضد زميل لها، والسلاح المستعمل هو آلة حادة أصابتها على مستوى الرقبة، مما اضطر إلى نقل المصاب بسرعة إلى عيادة المدينة قبل تحويله إلى جناح السرعة للمستشفى الجامعي للتأكد من عدم خطورة الإصابة. في وقت سارعت إدارة المؤسسة التربوية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص هذه الحادثة التي جاءت بعد أيام فقط من طعن تلميذ ظهر أستاذته بخنجر، وهي الأستاذة ريحانة، وأيضا المكان هو نفسه المؤسسة التعليمية. وهنا يأخذنا طرح سؤال: ما هو السبب لهذه الاحتداءات المتكررة في المؤسسات التربوية؟ وأيضا كيف يعقل للتلميذ أن يدخل معه آلة حادة إلى المؤسسة بدون أي رقابة؟